هو ايه اللي قلع ايه كمية الألفاظ اللي اتقالت دي؟ وكل واحد يعني ربنا كرمه شوية يفتري على خلق الله. هو انتوا ما تعرفوش ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ هي الفكرة دي ما عندكوش؟ هو كل واحد ربنا بجد مديله نعمة، بدل ما يحولها لنعمة ويحمد ربنا سبحانه وتعالى عليها يحولها لنقمة ان هو يفتري على الناس. هو انتوا ما تعرفوش حاجة عن قهر الرجال؟ يعني انت الشاب ده اللي من مدينتي اللي ماسك الراجل مبهدله بتاع الامن ده وعمال يقول له اقلع وماسك له آلة حادة، هو اكيد اكبر من باباه، هو اكيد اكبر منه في السن، هو ولا احترم سنه ولا احترمه ولا اي حاجه ولا احترم نفسه. لان هو لو احترم نفسه اصلا مش هيعمل المنظر ده، مش هيمسك آلة حادة ويقعد يقول الالفاظ دي ويقعد يقول له اقلع ويهدده. وبعدين الراجل يا عيني خايف على اكل عيشه. يعني الواقعة دي اتكررت كذا مرة قدامنا، ويا عيني الطرف الأضعف فيها أو الأفقر فيها بمعنى أصح بيخاف على أكل عيشه ومش بيتكلم ومش بيكون ليه رد فعل. وهنا بقى تحس إن قلبك بيوجعك، اللي هو عشان خايف على أكل عياله فهو سكت، لكن هو لو في موقف تاني مش هيسكت. طيب احنا ليه نفتري على بعض؟ ليه؟ لو ربنا تاني مديك نعمة فهو ربنا مديك انت، يعني هو بيختبرك. لو انت مولود في بقك معلقه ذهب فده مش انجاز، لا، ده هو ربنا سبحانه وتعالى حطك في المكانه دي مش بمجهودك، ده بربنا. فانت تقول لربنا شكرا وتعامل الناس بما يرضي الله. ده في حاجه اسمها جبر الخاطر. لكن ان انت تشوف نفسك احسن من الناس كلها عشان انت ربنا بس كرمك، ما ينفعش. مش كل واحد ربنا كرمه بشويه فلوس، اصل الفلوس دي ورق، الفلوس دي ولا بتجيب صحه ولا بترجع حد ميت ولا بتجيب عزيز ولا بتخليك تعرف تعمل اي حاجه، اي وسيله للمتعه وان الحياه تمشي، لكن مش بتخليك بني ادم. سهل تتولد معاك فلوس، بس صعب تتولد بني ادم وعندك انسانيه بمعنى الكلمه. ممكن الراجل يكون ضايقك، مش بختلف، ممكن يكون غلط، بني ادم، كلنا خطائين وكلنا بنغلط، بس لو كل واحد فينا بيغلط التاني يجي يمسك له آلة حادة ويهزقه قدام صحابه وما يكونش ليه اي رد فعل، دي هنا اللي توجع. ما تمسكه على جنب. يعني ليه تهينه؟ ليه تهينه؟ اكيد كلنا بنتحط في مواقف زي دي وبنكون متضايقين جدا لو الطرف اللي قدامنا عمل حاجه بتضايق، بس كل واحد فينا لازم يمسك اعصابه، مش هينفع. ما لو كده احنا كده بنبقى عايشين في فوضى وفي غابه، ولا افتكرنا ربنا سبحانه وتعالى، ولا القازمين الغيظ والعافين عن الناس، اللي هو انا اقدر اخد حقي لو انت اذيتني بس انا هسيبك عشان ربنا. ياه ياه، دي حاجه كده تانية، حاجه كده والله العظيم في سكه تانية. جربوها، مش هيعملها غير بني ادم تكون عينه شبعانه ومن جواه متشبع بالانسانيه. وتلك الفلوس عمرها ما بتعمل بني ادم او تعمل انسان، لا، هي وسيله تركبك عربيه، تجيب لك شقه، تجيب لك هدوم، تلبسك نظاره، تسفرك الساحل، تعمل لك اللي انت عايزه، تسفرك بره، لكن مش هتخليك انسان. مش هتخلي الناس تقول الله الراجل ده في موقف كذا، ده ايه ده بجد تسلم التربيه بتاعته. هي دي الانسانيه، هي دي الانسانيه. سهل تتولد معاك فلوس، يعني لو انت اسره غنيه سهل تتولد معاك فلوس عادي جدا، لكن صعب تكون بني ادم. صعب ان انت تكون عندك احساس، عندك رحمه. هي دي بقى اللي بتختلف ما بين بني ادم والتاني. هي دي، يعني تنتقم منه ليه وتهزقه ليه قدام الناس وتحرجه ليه وتقل من رجولته ليه وانت عارف ومتأكد ان هو مش هيقدر يرد عليك، عارف ان هو الطرف الاضعف. ودي هنا المشكلة. ليه؟ لان انت بتضغط، انت عارف ان مفيش اي رد فعل. لو انت واقف قدام واحد في نفس قوتك وفي نفس، يعني في نفس المستوى بتاعك، براحتك، لكن ما تضغطش على الضعيف عشان انت عارف ان هو ضعيف. دي مش قوة على فكرة، ده افتراء، جبروت. ما بتبقاش قوة. القوة ان انت تقف قصاد اللي اقوى منك، دي القوة. لكن الجبروت والافتراء ان انت تقف قدام طرف اضعف منك وانت عارف ان هو مش هيبقى ليه رد فعل. فبجد حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد بيستكبر على اي حد، اي حد بيضغط على الضعيف. يعني كفاية بجد ان الدنيا غالية، وكفاية ان الناس كل واحد مكفي نفسه، فكمان مش هتنتقم منه بقى. ما تكسرش نفسه لدرجة ان انت ممكن تخليه يموت من القهر على نفسه. بجد حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد بيستغل اي، يعني ضعف اي حد، او بيستغل ضعفه الحاجه للقمه العيش والاكل. اللي هو لو ما اشتغلش الشهر ده هو مش هيعرف حرفيا ياكل عياله. فبجد حسبي الله ونعم الوكيل.